Comme je vous l'avais dit, on va faire un récapitulatif de toutes les lettres de Tifinagh qu'on avait appris. Achout wagati lili? Yek. Très bien. Et wagé? Axel. Très bien. Donc Tilili fait le medo qui vient Tifinagh. Donc Axel, il était un roi, donc Veilib, un roi qui nous avait débarrassé de l'assassin Uqba ibn Nafi'. Uqba ibn Nafi' qui était un colon arabo-islamiste qui avait assassiné beaucoup d'Amazirs, Islam Tassimaziran. Il avait donc c'est un esclavagiste pédophile qui avait vendu beaucoup d'Amazirs, des milliers d'Amazirs avec des enfants, les avait envoyés comme esclaves sexuels au Moyen-Orient. D'accord? Donc Axel, c'est notre héros. Vergez, Venzuroui, Amazir. Donc نكمل. مرحبا بالجميع. سعيد بلقائكم مرة أخرى. سأتحدث في هذا الفيديو عن عقبة بن نافع، أحد أهم القادة المسلمين في الغزو الإسلامي لشمال أفريقيا، أو ما يعرف لدى المسلم اليوم بالفتح الإسلامي لشمال أفريقيا. وهو في واقع الأمر لم يكن يعدو كونه مجرد احتلال وغزو بغيض لهذه الأمصار. فقد خرج المسلمون غازين لهذه الشعوب، فأعملوا فيهم قتلا وتشريدا، واستولوا على أراضيهم وسبوا نساءهم. ولكن وبكل أسف ينظر المسلم إلى هذا الغزو على أنه فتح عظيم، لأن المسلمين كانوا قد جاهدوا في سبيل نشر هذا الدين وإعلاء كلمته، حتى لو كان هذا النشر على حساب جثث وجماجم الأمازيغ أصحاب الأرض الأصليين. والمسلم في هذا الشأن لا يختلف في شيء عن أي محتل آخر في هذا العالم. فالمغول مثلا عندما اجتاحوا نصف العالم إبان ازدهار وأوج إمبراطوريتهم، لم يكونوا يفكروا أو يكترثوا لعذابات وآلام ومآسي الشعوب التي كانوا يحتلونها. كانوا يفكرون فقط بما سيعود عليهم هذا الغزو من نفع، بما سيعود عليهم هذا الغزو من قوة وجاه ونفوذ وسلطة. وقدم عقبة فعرفه أبو المهاجر بحال كسيلة وعظمه في البربر وانقيادهم إليه، فلم يعبأ به عقبة واستخف به وأهانه. وكان هذا هو الخطأ القاتل الذي ارتكبه عقبة. فكان من إهانته له أنه أتى بغنم فأمر بذبحها، وأمر كسيلة أن يسلخ منها شاة، فقال: أصلح الله الأمير، هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني المؤونة. فسبه عقبة وأمره بالقيام بذلك، فقام غاضبا وذبح الشاة، وجعل يمسح لحيته بما على يديه من دمها. وجعلت العرب يمرون به ويقولون: يا بربري، ما هذا الذي تصنع؟ فيقول: هذا جيد للشعر، أي أن دماء الشاة كان جيدا للشعر. حتى مر به شيخ من العرب فقال: كلا، إن البربري يتواعدكم. فقال أبو المهاجر لعقبة: ما صنعت؟ أتيت إلى رجل جبار في قومه وبدار عزه، وهو قريب عهد بالشرك، فأفسدت قلبه؟ أرى أن توثقه كتافا، فإني أخاف عليك من فتكه. فتهاون به عقبة، يعني لم يستمع للنصيحة. فلما رأى كسيلة الروم قد راسلوه ورأى فرصة، وثب وقام في بني عمه وأهله ومن اجتمع إليه من الروم. فقال أبو المهاجر لعقبة: عاجله قبل أن يجتمع أمره. وأبو المهاجر مع ذلك كله صحبة عقبة وهو في الحديد، يعني أبو المهاجر دينار كان يسدي النصيحة لعقبة على الرغم من أنه كان في الأغلال، على الرغم من أن عقبة كان قد سجنه. فزحف عقبة إلى كسيلة فتنحى عنه، فقال البربر: لما تنحيت من بين يديه ونحن في 5000؟ يعني لماذا لم تقاتله ونحن
في 5000 لدينا 5000 مقاتل من البربر. فقال كسيلة: إنكم كل يوم في زيادة وهو في نقصان، ومدد الرجل قد افترق عنه، فإذا طلب إفريقيا زحفت إليه. وأما أبو المهاجر فإنه تمثل بقول أبي محجن الثقفي وأنشد أبيات شعر. أنشد أبيات شعر يناجي عقبة ويطلب منه أن يفك أسره. مهاجر وحسن إسلامه، حسن إسلامه. وقدم عقبة فعرفه أبو المهاجر بحال كسيلة وعظمه في البربر وانقيادهم إليه، فلم يعبأ به عقبة واستخف به وأهانه. وكان هذا هو الخطأ القاتل الذي ارتكبه عقبة. فكان من إهانته له أنه أتى بغنم فأمر بذبحها، وأمر كسيلة أن يسلخ منها شاة، فقال: أصلح الله الأمير، هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني المؤونة. فسبه عقبة وأمره بالقيام بذلك، فقام غاضبا وذبح الشاة، وجعل يمسح لحيته بما على يديه من دمها. وجعلت العرب يمرون به ويقولون: يا بربري، ما هذا الذي تصنع؟ فيقول: هذا جيد للشعر، أي أن دماء الشاة كان جيدا للشعر. حتى مر به شيخ من العرب فقال: كلا، إن البربري يتواعدكم. فقال أبو المهاجر لعقبة: ما صنعت؟ أتيت إلى رجل جبار في قومه وبدار عزه، وهو قريب عهد بالشرك، فأفسدت قلبه؟ أرى أن توثقه كتافا، فإني أخاف عليك من فتكه. فتهاون به عقبة، يعني لم يستمع للنصيحة. فلما رأى كسيلة الروم قد راسلوه ورأى فرصة، وثب وقام في بني عمه وأهله ومن اجتمع إليه من الروم. فقال أبو المهاجر لعقبة: عاجله قبل أن يجتمع أمره. وأبو المهاجر مع ذلك كله صحبة عقبة وهو في الحديد، يعني أبو المهاجر أغماد سيوفهم، يعني ذاهبون إلى المعركة إما قاتل أو مقتول، لا تراجع لا استسلام. وأمر عقبة أن ينزلوا عن خيلهم، ففعلوا وقاتلوا قتالا شديدا، وكثر عليهم العدو، أي جيش كسيلة، فقتلوا عن آخرهم ولم يفلت منهم أحد. قتلوا عن آخرهم ولم يفلت منهم أحد، يعني أبيد جيش عقبة بن نافع عن آخره. كان هذا بعض ما ورد في كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب الجزء 24 للمؤرخ شهاب الدين النويري. أقرأ عليكم الآن ما ورد في مصادر أخرى بهذا الشأن عن موضوع الجواري الأمازيغيات. يقول عبد الملك بن مروان: من أراد أن يتخذ جارية للتلذذ فليتخذها بربرية، ومن أراد أن يتخذها للولد فليتخذها فارسية، ومن أراد أن يتخذها للخدمة فليتخذها رومية. ورد هذا في تاريخ الخلفاء للسيوطي الصفحة 221. نقرأ أيضا: عندما غزا المسلمون أفريقيا بعث هشام بن عبد الملك رسالة إلى عامله هناك يطالبه بإرسال المزيد من السبايا الأمازيغيات إلى دمشق، وكان هذا نص رسالته: أما بعد، فإن أمير المؤمنين رأى ما كان يبعث به موسى بن نصير إلى عبد الملك بن مروان رحمه الله، وأراد مثله منك، وعندك من الجواري البربريات المالئات للأعين الآخذات للقلوب. انتبهوا إلى الوصف: عندك من الجواري البربريات المالئات للأعين الآخذات للقلوب ما هو معوز لنا بالشام، يعني ليس لدينا مثل هذه الجواري في الشام. فتلطف في الانتقاء، وتوخى أنيق الجمال، عظم الأكفال، وسعة الصدور، ولين الأجساد، ورقة الأنامل، وسهولة الخدود، وصغر الأفواه، وحسن الثغور، واعتدال القوام، ورخامة الكلام. أرأيتم لماذا كانوا يغزون هذه الأمصار؟ لتوسيع النفوذ والسلطة، ولسبي الجواري.
وذكر المستشرق الفرنسي جورج مارسيه في كتابه البربرية الإسلامية أن عدد العبيد والسبايا الذين أرسلوا في عهد عقبة بن نافع المكنى بفاتح أفريقيا إلى دار الخلافة بدمشق بلغ 80,000. عدد العبيد والسبايا الذين أرسلوا في عهد عقبة بن نافع المكنى بفاتح أفريقيا إلى دار الخلافة بدمشق بلغ 80,000. 80,000 و85,000 في عهد ولاية حسان بن النعمان، و100,000 في عهد موسى بن نصير. وأما النساء البربريات الأمازيغيات فكن مشهورات في قصور الخلفاء والأمراء، فكانت إحداهن تباع بما لا يقل عن 1000 قطعة ذهبية. ورد هذا في تاريخ الخلفاء للسيوطي.